أهلا أهلا، صباح الخير أو مساء الخير بتوقيتكم. صباحكم سعيد ومساءكم أسعد بإذن الله. حياكم الله جميعا في قناتي. ومثل ما جرت العادة يا بنات، حلو يوم الجمعة نصلح قهوتنا عليها. هذه تورتة يا بنات من جرير، تورتة بالفواكه. وهذه مقاضي البيت من عربة الخضار. طبعا وأول مشتريات المانجو. كمان عندكم البيض والمانجو يا بنات، في منه المصري والباكستاني واليمني والإفريقي، على حسب ما تحبي تختاري. كمان قشطة يا بنات تجيكم ما شاء الله لذيذة وترفة. لو حسيتيها شوية مو ناضجة خليها تقريبا يوم إلى يومين وخلاص. هنا ما شاء الله جت تحفة يا بنات. تفتحي الوحدة كده وتاكليها بالملعقة، تطلعي البذور طبعا والقشر الخارجي هذا. غير انها يا بنات ترفة كذا ولذيذة مرة. طعمها يا بنات طعمها فعلا زي القشطة، على حلاوة بسيطة جدا، مرة روعة وتحلية مرة ممتازة ومفيدة غير كذا. ونشوف مع بعض كيف شكلها من جوا. وهنا شايفين شكلها يا بنات. هذه خليتها تقريبا لليوم الثاني، تمام، فغمقت. شايفين القشرة من جوا يا بنات صارت طرية. هي تجيكم بيضة تمام إلى بيج فاتح، هذه دليل إنها مستوية. خلاص جاهزة للأكل. تطلعوا هذه البذرة يا بنات الرفيعة اللي بالوسط، وخلاص تبدأوا تاكلوها بالملعقة، مرة ذايبة وحلوة. طبعا ينزل منها كمية من البذور. وهذا شكلها يا بنات بعد ما قضينا عليها. كمان جبت الرمان يا بنات، هنا بداية موسمه، ما يجيكم أحمر. طبعا أحمر فاتح وحالي ما شاء الله مرة ممتاز. طبعا الرمان يمني. كمان الرطب يا بنات موسمه الآن، تقدروا تفرزنوا رمضان، مرة حلو يا بنات. فجبت أنا تكة ناضج مشمامة، فمرة ممتاز مع القهوة يا بنات ولا أحلى. فعندكم أشكال وأنواع للرطب. كمان جبت التين الشوكي هذا، جبت كرتونين لأن الكرتون كان عندهم ب10، فجبت كرتونين. طبعا شايفين مو مقشرة، لا أنا أحب أخذه كذا وأنا أغسله يا بنات لما يروح الشوك، وبعد كذا أقشره. فهنا يا بنات أول حاجة فضيت الكرتون الأول وأخلي الموية جارية عليه تقريبا 5 دقايق لما ينزل الشوك، بعد كذا أبدأ أقشره بكل سهولة. وهنا يا بنات أول صحن ناخذه بردناه كذا وأكلناه، مرة لذيذ وحلو. شايفين كله مش بالشكل هذا. والمستوي يا بنات يجيكم نفس الحبة اللي فوق، حبة التين اللي فوق، لكن الأغلبية 3/4 نفس اللي تحت. وبالعافية الكل يحبوا التين الشوكي أو الصبر أو البرشوم. وهذه صبايا كمان مشتريات من محل بالربوة كده، محل صغير للمفروشات. جبنا تجهيزات للماما. جبنا مخدة من النوع هذا يا بنات، مخدة طبية ومريحة في نفس الوقت. نفس الماركة هذه اللي موجودة يا بنات اللي هي بانتوكس. برضه صناعة سعودية، مرة تحفة يا بنات قد ما أحكي لكم، مريحة وجميلة. طبعا الضغط على حسب انتم ما تحبوا، اذا حابين شيء منخفض او متوسط او عالي. كمان جبت منه مفرش يا بنات قطني مخيط، طبعا مرة روعة وطباعته مرة حلوة باللون الكحلي والأبيض، مرة فنان. تقريبا 4 قطع وفي أكثر من قطعة. فعلى حسب ما تحبي انتي أو احتياجك، أو حسب احتياجك. تمام، من ماركة أولا، مرة فظيع يا بنات، ممتاز. وكل الأنواع موجودة عندهم سواء من خامات أو طبعات، مرة جميلة. وسعره تقريبا كان ب100 210 أو 180 حاجة زي كذا. طبعا لأن ماما كانت مصلحة عملية اللي هي سحب الماء الأزرق والجلوكوما، وأثناء العملية بنات من التخدير تعرضت كذا
مضاعفات، فتنومت تقريبا 5 أيام. تمام، فضروري الراحة. فهذا هو شكله يا بنات، زي ما قلت 4 قطع، في اللي 6 وفي اللي 8 وفي اللي 10 وفي اللي 12 واللي 16 على حسب انتي. كذلك في نفر، نفر ونصف إلى نفرين، على إن المحل صغير يا بنات زي ما قلت، لأنه مرة روعة والجودة بيرفكت. هذا هو. طبعا السرير أكيد موجود من قبل، والكومودينو، وضروري الكومودينو يا بنات، مثلا زي نظارة، مثلا جوال، الأدوية أو القطرات، لأنها كل ساعتين تقريبا تاخذ نوع، فسلامة جميع الأمهات وسلامة ماما. فهذا شكله، شايفين كيف ما شاء الله. ضروري كل حاجة تكون قريبة. طبعا زرناها أكثر من مرة، لكن هذه المرة اللي قبل ما تطلع بيوم، فجبنا لها البوكيه الورد هذا يا بنات، اللي هو ورد جوري، تقريبا كانت ب300 ريال. شايفين قديش جمالها ما شاء الله. كمان جبنا لها شوية حبشكلات هي تحبها. وهنا أول ما دخلنا يا بنات من للزيارة اللي هو العصر، طبعا تقريبا 9 إلا ربع و8 ونص خلاص الخروج. كمان يا بنات جبت، كان في غرض ناقصني، فمريت نايس ون، الفترة هذه عندهم تخفيضات، فجبت منهم يا بنات اللي هو طنجرة الضغط أو قدر الضغط، تقريبا 5 لتر. مرة روعة يا بنات، مرة حلوة، وحسب احتياجنا فعلا. من البرتو اللي هي جرانيت، كان عندهم اللون الأسود والبيج، فأنا طلبت الأسود. كان عندهم تقريبا فقط 4 مقاسات، اللي هي 5 وكمان 7 و9 و12، فأنا جبت 5. مرة حلوة يا بنات وجميلة. وهذه هي الفاتورة يا بنات، وكل الملحقات موجودة. تقريبا كان سعره 149. فضروري الجرانيت يا بنات، الملاعق الخشبية وملاعق السيليكون مشان ما يتجرح، ضروري. طبعا من المميزات انه ما يلزق فيه الاكل، فمرة حلو يا بنات. اي اكلة كذا سريعة تضغطيها، مرة رائع. وزي ما قلت، لو احد الملحقات يا بنات ضاع عليكم او اتحرق او صار له اي شيء، في اي محل الكماليات تحصليها موجودة، فيها القطع جميعها، وفي الحبة بالقطعة يعني، فمرة متوفرة. أهم حاجة تعرفي مقاس قدر الضغط. تمام، لما يسألك يقول لك كم مقاسه، فضروري مشان تاخذ الصفارة أو الأيادي ممكن تختلف. فمرة حلو يا بنات وجميل، وجربت الأكل فيه هو الأروع، يعني اللي عائلة صغيرة راح يكفيهم. مرة حلو. أنا كنت ناوية أخذ قبل، لكن صراحة حصلتها كلها ألمنيوم، فأنا كنت حابة أجيب يا جرانيت يا ستيل. شايفين كل الملحقات موجودة، والأيادي سهلة تشديها من الجوانب وخلاص. شايفين هذه برضو البراغي تبعهم. وهذه مواصفات القدر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بالجميع.